مرحبا بكم في قناة لمين تيوب. فضلا وليس أمرا خلي اشتراك للقناة وإعجاب للفيديو. مرحبا خاوتي اخياتي. اليوم الحادثة اللي راه صارية فيه الزوج اللي فقد الزوجة، خرجت الزوجة بعد 12 يوم، إلى الآن لم يظهر عليها أي خبر. هذا الاجتماع داروه بعد بحث عنها وما هو ما لقاوهاش. نخليكم تسمعوا واش راح يقولوا وبارطاجوا وعاونوهم لعل يصيبوها، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعين الأوفياء زبائن الكرام. خوتي هذا مش فيديو تاع بيع وشراء، هذا فيديو تاع الأخ. رانا عندنا أخ قدور اللي الزوجة تاعو خرجت من الدار، عندها في 12 يوم مازال ما بانتش. رانا عنده خوتي وخياتي الله يحفظكم. سورتو هذا الفيديو موجه للنساء خصوصا للنساء. اللي شافها نحطوا الفوطو تاعها هذوك برومي كومونتير، اللي شافها يحكمها ويعيط للشرطة، وهاو الزوج تاعها يهضر معاكم. تفضل خويا. السلام عليكم. عندي نداء راهي باش نوجهو. عندي الزوجة تاعي راهي مفقودة، عندها اليوم 14 يوم ما بان عليها حتى خبر. نطالب من كل المحسنين اللي شافها أي معلومة صغيرة يبلغنا أو يتصل بالشرطة مباشرة أو يحكمها. راني مسرحو أنا، يشدها فم ويبلغني ولا يبلغ الشرطة. باسكو علاه؟ باسكو السيد بداو يعيطوا له راه من ظل يجري ما صابوا. قال لكم اللي شافها يحكمها ويعيط للشرطة، اللي شافها يحكمها ويعيط للشرطة. يعني هو راه مسرحكم، خصوصا النساء. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. عبد الله خويا اش تقول لهم؟ جماعة السلام عليكم. عندنا خونا الزوجة تاعو راهي مفقودة، عندها 3 أولاد. عندها 3 أولاد، 3 بنات الصغيرة كاع في عمرها عامين. سبحان الله. عاونونا، راهي من الجمعة تاع العيد، الجمعة اللي قبل تاع العيد خرجت من مور الجمعة. رانا قايتين كانت الناس لهي شوية مع العيد، مع الأخر كانت الناس شوية بيرتوربيا وقايتين لهي مع العيد، ما حطوش معانا. الحالة طولت. شوفوا معانا خونا راه محروق، بناتو راهم يستناو فيها، واللي لقاها يشدها ولا يروح يبلغ الجهات الأمنية ويبلغ. قال لك كان يقابل، يعيط له. دوك نحطوا النمرو تاع التليفون تاعو، يعيط له في الرقم تاعو ويتصل بينا ويعاونونا بالبارطاج وخلونا من التعليقات السلبيه. خصوصا النساء. بارطاجوا لنا فيديو ماكسيم الله يحفظك. كانت مريضه وما خرجتش، ماهيش كونسيون ولا عفسه اللي خرجت، وخلونا من التعليقات السلبيه. هذه هي الصوره تاعها. الشيخ تاعنا قول لهم كلمه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المرأة هذه هي زوجة الأخ قدور الحاج جلال المقراوة، يسكن في حي محمد خياط، بلدية عين دفنة المعروفة لازون. الزوجة هي قطعة من هذا الرجل، الزوجة هي جزء من هذا الجسد تاع هذا الرجل. الزوجة هذه راهي جابت معها أولاد، معناها راهي 3 كبد راه متقاسمينها هي وياه. الزوجة هذه هي نصف هذا الرجل. المطلوب من اي واحد راه شافها ولا عرف مكان هكذا راهي موجوده فيه ما يعيطلوش، راهم يعيوه مسكين، راه خطر يروح للبوفاري، خطر يروح للواهرنه، خطر يروح للجزائر. مباشره يبلغ الشرطه ولا يدوها للشرطه ثم، والشرطه هما يديروا التدابير. بارك الله فيك شيخ. الله يبارك فيك. الله يحفظكم خوتي. هاهم قاعد جوارين واقفين معاه، الله يبارك. شوفوا كامل الجوارين واقفين معاه، وحنا رانا واقفين معاه. اسمع حسين، راهم وين يقولوا لنا رانا نروح. ديجا وين كنتوا دركا؟ كنا في الغابه. دركا كنتوا في الغابه. شحال راهي الساعه؟ هاي العشاء تاع الليل. كنا بليطوش دوك. واحد يجي معايا عبد الله هكذا خوتي. المهم جزاك الله. بارك الله فيكم خوتي، والله يسركم. بارطاجوا لنا الفيديو هذا الماكسيموم، عاونوا اخوكم بارطاجوا لنا الماكسيموم، باسكو هذه الدنيا اي انسان قادر عليه ذو صوالح، اي انسان قادر عليه ذو صوالح. بارك الله فيكم. السلام عليكم.